السلام عليكم، انا حازم واقول اي حنكشه في الكوره. النهارده هنتكلم عن الايجيبشن ليج ومتعه الايجيبشن ليج. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. الايجيبشن ليج دايما معودانا ان اي مدرب ممكن يدرب اي فرقه، وممكن يدرب اكتر من فرقتين او ثلاثه في الموسم. يعني اخر مدرب تمت اقالته من الفرق، من تدريب الفرق في الدوري المصري، كان الكابتن علي ماهر. كابتن علي ماهر كان بيدرب فريق المصري لحد اخر مباراه. النتائج في الاخر ما كانتش مساعداه، يعني في اخر الفتره مع المصري ما كانتش مساعداه. طبعا مش هننسى دور كابتن علي ماهر مع مودرن سبورت فيوتشر سابقا، كان عامل معاهم مباريات قويه جدا، وكان بينافس في الدوري، كان واخد مركز تاني او تالت تقريبا، وكان بيلعب في الكونفدراليه وعامل مباريات قويه جدا، وكان برضو بيلعب في السوبر المصري لما كان مكون من 4 فرق وعامل مباريات قويه جدا الكابتن علي ماهر مع نادي فيوتشر. ودليل ان فيوتشر او مودرن سبورت على مسماه الجديد وقع في الدوري المصري. يعني دلوقتي عملوا تغييرات مدربين كتير، والفرقه بقت مستواها في الحد الادنى من الجدول للترتيب في الدوري المصري. ده اول حاجه. تاني حاجه، الكابتن علي ماهر لما راح المصري في بدايه توليته لتدريب الفريق كان عامل معاهم نتائج قويه جدا. بعد كده النتائج بدات تتذبذب والمستوى نزل برضه لفترات في تذبذب في المستوى. كابتن علي ماهر في الاخر تمت اقالته. الغريب بقى ان بعد اقالته بساعتين نادي سيراميكا كليوباترا برضو مشى الكابتن ايمن الرمادي. وايمن الرمادي من المدربين اللي بتعجبني جدا في الدوري المصري. والله ممكن يكون عشان انتوا ما بتتفرجوش على الدوري المصري فانتوا مش متابعين، بس انا بتفرج. والله المصري طبعا بيحب الكوره، احنا كلنا مصريين بنحب الكوره. طبعا بنحب مصر. بحب مصر، وحضرتك بتحب مصر طبعا، وانا بحب مصر. الرمادي لما كان بيدرب اسوان كان عامل معاهم نتائج جيده جدا، وكسب الزمالك 3-0 او 3-1 على ما اتذكر في اسوان. بعد كده مسك نادي سيراميكا كليوباترا. كابتن ايمن الرمادي اصلا كان بيدرب في الامارات، الجزيره الامارات، وكان عامل معاهم نتائج جامده جدا، وكانوا هناك بيعتبروه مدرب مصري، مدرب على اعلى مستوى. كابتن ايمن الرمادي طبعا امبارح برضو اقلوه من تدريب سيراميكا كليوباترا. الغريب ان بعدها بساعتين ولوا الكابتن علي ماهر تدريب فريق سيراميكا كليوباترا. انا هنا بناء على ايه جبت الكابتن علي ماهر وهو اصلا لسه تمت اقالته من ساعتين من فريق المصري؟ انا بناء على ايه جبته يتولى تدريب سيراميكا كليوباترا؟ ما انا هنا الحسبه. الغريب بقى ان احنا ممكن نشوف الكابتن ايمن الرمادي بيدرب المصري، وعملنا تشينج هنا، يعني عملنا تبادل الكراسي الموسيقيه زي ما بيسموها في الدوري المصري. يعني الله، وانا مالي يا لمبي؟ طب انا عملت ايه؟ يعني ايه فين هنا البلان اللي احنا بنحطها على مدار مثلا السيزون للدوري او كده؟ لا. والغريب برضو ان في بعض جماهير الاهلي بتقول لك غير مستر كولر. ما ينفعش في الفتره دي تغير مدرب، ده صعب جدا ان انت نظام ماشي عليه تغيره بمدرب يجي يحط سيستم جديد الفرقه كلها تمشي عليه، فبيبقى صعب جدا. بعمل الريكفري اللي انا بعمله غلط. المفروض ده بعمله في تبادل المواسم او فتره الاعدادات او الحاجات دي عشان المدرب يجي يعمل فتره اعداد تبقى بتاعته هو، التكتيك اللي هيشتغل عليه، التدريب، عدد اللعيبه اللي هو هيختارها، الصفقات او الفترات الانتقالات، لازم المدرب هو اللي بيحطها. ده مش غريب علينا في الدوري المصري، يعني ده مش غريب. يعني انا فاكر الكابتن طارق يحيى كان بيدرب بتروجيت، قعد اسبوع، راح الزمالك اسبوع، رجع بتروجيت تاني، رجع الزمالك تاني، يعني تقريبا في شهر او شهرين درب فرقتين 4-5 مرات. وده في بعدها لجنه الرابطه حطت بند ان مفيش مدرب يدرب اكتر من فرقتين في موسم واحد. ده عرفته، حتى عملوا كده للعيبه ان مفيش لعيب ينتقل من فرقتين او 3 في موسم واحد في فتره انتقالات. عشان كده تريزيجيه ما عرفش يجي الاهلي في فتره الانتقالات بتاعت يناير، كان صعب ان هو يجي الاهلي. بس فده كانت الحنكشه عن الدوري المصري،
ومش غريب علينا كل اللي بيحصل، وهستناكم في حنكشه جايه كتير. كان معكم حازم عم مقصود في بودكاست هجمه وجول. شكرا. روح.